كوكب الأرض بيدور حواليه جسيم صغير نسبيا اسمه القمر. طيب محدش قبل كده سأل نفسه هو ممكن يكون في قمر بيدور حوالين كوكب؟ عشان ما تتلخبطوش، قصدي هو ممكن يكون في أجسام طبيعية بتدور حوالين القمر اللي بيدور حوالين الكوكب. في الحقيقة حاجة زي دي نادرة بس مش مستحيلة. ليه بقى؟ عشان في كواكب كبيرة جدا، فلو ليه قمر بيدور حواليه فممكن يبقى القمر كبير برضه، وده بيخلي في احتمالية ان ممكن يكون في جسيم صغير بيدور حوالين القمر ده. اسم الظاهرة دي سب ساتلايت او سب مون او مون. وكمثال على كده في كوكب اسمه كيبلر 1625 بي، ده تقريبا في حجم كوكب المشتري، والقمر اللي حواليه كبير برضه، سماه العلماء كيبلر 1625 بي 1. القمر الصغنطوط اللي في الصورة دوت في حجم كوكب نبتون، وكوكب نبتون بيساوي 57 مرة حجم كوكب الأرض. فنظريا القمر ده ممكن يكون بيلف حواليه أجسام تانية. وكمثال قريب لينا شوية كوكب زحل ليه 146 قمر، ده غير طبعا الحلقة اللي حواليه. في قمر من دول اسمه ريا، وبيعتقد العلماء ان في اجسام صغيره بتدور حوالين ريا، بس مفيش حاجه اكيده لحد دلوقتي. نفس الحكايه برضه في قمر اسمه ايابيتوس. القمر ده بيدور حوالين زحل، والعلماء بيعتقدوا ان كان زمان في اجسام بتدور حواليه، بس لسه مش اكيد الكلام ده. بس هم استدلوا على الفرضيه ديت من شكل بعض التلال على سطحه اللي شكلها غير مألوف للطبيعي، وده بيدل ان كان في اصطدام للقمر ده مع جسيم تاني، فاكيد في اجسام تطيرت وكده يعني. بس حاليا لو هندور على سب مون ففي أقمار صناعية العلماء طلعوها للفضاء وخليها تلف حوالين القمر.